وسط تفاؤل الفلاحين بالإنتاج الوفير للقمح والشعير، وبحضور مختلف الهيئات الإدارية، وبإشراف من الغرفة الفلاحية لولاية سطيف والاتحاد الولائي للفلاحين والسلطات المحلية لدائرة موكلان وبلدية تال إفاس، أعطت اليوم جمعية الفلاحين تال إفاس إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري. احنا البارح شوف درنا موسم البذر 2025 2026 بحضور واسمه كما يقولوا العتاد الفلاحي، واسمه الاخر السلطات المعنيه كما رئيس الغرفه، كما رئيس ديوان الحبوب، الامين العام البلديه، الامين العام الدائره، الدرك الوطني، الحمايه المدنيه، مصالح الغابات والفلاحين. ونشكر كل من ساهم في اي حاجه جابها، الله يجازيه وبارك الله فيهم، والخير قدام ان شاء الله. احنا ماذا بينا نزيد نديروا نشاط واحد اخر ونوسعوا هذه الجمعيه. احنا درنا الجمعيه هذه باه يكون تنسيق ما بين الفلاح والجمعيه. الجمعيه ثاني يكون عندها تنسيق مع الاداره باه يسهل عمليه واسمو تاع الفلاح. نقولوا كيما نقولوا الفلاح ما يتعبش بزاف، حاجه يسحقها تلحقوا له بلاصه. والاداره ثاني كي نجيبوها واسمو نوفروا له كيما يقولوا العتاد البذور باه الفلاح ما قادر كيما نقولوا يضعف الانتاج. تسخير كافة الإمكانيات الضرورية من خلال مرافقة الفلاحين وتوفير البذور والأسمدة والعتاد اللازم لذلك من أجل إنجاح الحملة وتحقيق مردود وفير. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال هذه الدعوة الموجهة من طرف جمعية الفلاحين لبلدية تال إفاس، نثمن هذه الدعوة بحضور جميع الحاضرين من السلطات المحلية والإقليمية والمشرفين على كامل هذا اليوم الافتتاحي لموسم الحرث والبذر 2025-2026، وهذا الذي جاء بعد موسم الحرائق، اختتام موسم الحرائق 31 أكتوبر 2025 بمباشرة التدخلات الأولية من طرف الفلاحين. فالملحوظ في الميدان أن الفلاح هو دائما هو في الخطوط الأولى من التدخلات. اليوم الفلاح كذلك ارتأى أن يقدم دعوة لجميع السلطات إكراما للمجهودات المبذولة خلال موسم الحرائق. وكذلك من خلال هذه الجمعية آمالنا كبير جدا من خلال هذه الجمعية أن تفتح باب التنمية، ولهذا الغرض ارتأينا أن تكون هذه الجمعية في المستوى المطلوب وكأداة اتصال بين الفلاحين والسلطات المعنية على جميع المستويات. وكما نأمل أن تكون هذه بادرة خير، وإن شاء الله ستعاد في كل موسم افتتاحي من كل سنة، ونبشر بالخير على المنطقة وعلى الجزائر برمتها، وإن شاء الله إنتاج وفير بإذن الله وخضرة بإذن الله، لا ننساوها هذه.